ده اللي حصل من بعد ما قضيت أعشار السنين يتهدم المبنى وذاك الحب لي ساسه متين ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين. طلبتوها كاملة صح؟ طيب هو إجراء يعني مو من كيفنا كذا ناخذ الأغاني لأنه في حقوق وفي ورثة. فطبعا كان في اتصال بيني وبين أخوي عبد الله طلال مداح واستأذنته في أن يمنحني حقوق الأغنية عشان أغنيها وأنزلها بصوتي كاملة. والحقيقة كان كريم وشديد الكرم معايا بأن أكرمني بهذه الأغنية وقال لي أي أغنية ثانية تبيها تحت أمرك. فطبعا هذا كرم أخلاق. وأنا طبعا بناء على كلامه في إشراف فني راح يكون من العبقري جدا يعني اللي أنا أقول أنه أخو، وإذا قلت عنه أخويا ما وفيته، سهم أحمد بن سلطان. راح يكون في إشراف فني منه على الإطلاق حق الأغنية. وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة راح أكون في الاستوديو أسجلها بصوتي وأنزلها لكم على اليوتيوب إن شاء الله وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. فالأغنية فيها باقي جزء ثاني ما تغنى في المدلي. فالجزء الثاني هذا بيتغنى مع الجزء الأول وراح ننزلكم إياه إن شاء الله بأسرع وقت. أنا عارفة أنكم كلكم سخنانين على الأغنية، فهذا هو الخبر الحلو اللي أنا كنت مخبيته عنكم صار لي يومين. بس مجرد أخذت الموافقات قلت أبعلن لكم أنه الأغنية إن شاء الله راح تنزل بصوتي كاملة. تمام. وفي كمان إيش كمان عندي خبر كنت بقول لكم عليه